وحطت ايديها على بطنها. مش قادرة. وحاولت تقوم من على السرير. مش قادرة اقوم. ساعدني يا رب. تليفوني فين؟ وراحت حاولت تمسك التليفون اللي كان على الكومودينو وما كانتش طايلاه. فضلت تمد ايديها لحد التليفون ما وقع على الارض. لا مش هعرف اوطي اجيب تليفوني من على الارض. وفضلت تقوي نفسها. انتي قوية يا روح. مش قدرتي تبعدي عن اهلك وابنك وعن الشخص اللي روحك كان معاه. طالما انتي بالقوة دي يبقى تقدري تعملي اي حاجة تانية يا روح. وراحت قامت. مش قادرة اقف. ساعدني يا رب، خليك معايا ارجوك. وفضلت تتسند على الحيطان وهي ما كانتش قادرة خالص لحد ما وصلت الصالون. مش قادرة امشي اكتر من كده. لا يا روح، قلنا ايه انك قوية، يلا يا روح. وفضلت تمشي لكن ما قدرتش وراحت وقعت على الارض. مش قادرة، بموت. وفضلت تصرخ. مهما صرخ محدش هيسمعني او حتى يساعدني، ولا حد هيحس بيا. ايه اللي عملته في نفسي ده؟ اسفة يا بنتي، ازاي ما عملتش حساب للحظة دي؟ وفضلت تحاول ان هي تقوم لكن كانت بتفشل. هاتي ايدك يلا يا روح وقومي معايا. صقر، انت جيت هنا؟ اه جيت، ما ينفعش اسيب روحي محتاجة المساعدة من صقر وانا مش في ايدي اي حاجة اعملها ليكي. ده حتى يبقى عيب في حقي اوي يا روح. مش قادرة يا صقر. يلا امسكي في ايدي يا روح علشان تقومي، امسكي فيا. انت قوية. فاكرة ساعة ولادة يامن يا روح؟ انت قدرتي تقومي من الموت. عندك حق يا صقر، يبقى لازم تكوني قوية اكتر يا حبيبتي. وراحت مسكت في ايده وقامت وفضلت تبص حواليها. صقر، انت فين يا صقر؟ ايه ده؟ ازاي اتخيلت كده؟ معقول حب الصقر هو اللي ساعدني وحبه ليا ساعدني اقوم؟ وبدأت تمشي بالراحة لحد ما وصلت للباب وخدت الشنطة بتاعة الولادة اللي كانت جهزتها لليوم ده وخرجت بره. مش هقدر اسوق، هعمل ايه بس يا رب، خليك معايا ارجوك. وفضلت ماشية ومستحملة الوجع. تاكسي، تاكسي. وفضلت توقف في التاكسي لحد ما وقف لها واحد. وديني على المستشفى بسرعة ارجوك، مش قادرة بولد. لوحدك؟ اه ارجوك ساعدني، مش قادرة. وراح ركبها العربية بسرعة وخد منها الشنطة اللي معاها. مش قادرة، بموت. فين أهلك طيب يا مدام؟ وفضلت تروح تعيط ولقيت نفسها بتنزف. ايه ده؟ في حاجة يا مدام؟ ايه النزيف ده؟ لا لا لا، ما ينفعش يحصل فيكي حاجة. وهو سأل لحد المستشفى وساعتها علشان تنزل من العربية. ترولي لو سمحت. وجابوا لها الترولي. معلش أنا لازم أمشي، أنا جبتك لحد هنا ومش عايز فلوس. وراح ركب العربية لأنه هو خاف يدخل في سين وجيم. الحقوا بنتي، أنا عمالة أنزف مش عارفة ليه، أرجوكم اعملوا أي حاجة، أنا بموت. ما تخافيش يا مدام. وراحوا دخلوا بيها بسرعة. حالتها خطيرة أوي ولازم تولد بسرعة، جهزي العمليات. وخرجوا يجهزوا العمليات بسرعة وهي ما كانتش قادرة خالص. مش قادرة، أنا روحي بتطلع مني ومش قادرة أستحمل. اعملوا أي حاجة، ساعدوا بنتي تعيش أرجوكم. ما تخافيش يا مدام، إن شاء الله كل حاجة هتكون تمام وتكونوا كويسين أوي كمان. حاسة إني مش قادرة أتنفس خالص. وحطت روح إيديها على بطنها. أعرف إن أمك بتحبك أوي، بتحب أخوكي، ومهما أبوكي عمل فيا للأسف بحبه أوي. بحبك أوي يا صقر. وراحت قفلت عينيها. ايه ده؟ في ايه؟ العمليات بسرعة، دي بتموت. وجهزوا العمليات بسرعة ودخلوا روح وكانت عمالة لسه بتنزف. وعند صقر نزل من الطيارة وخرج من المطار، حط ايده على قلبه. روح. وحس بخوف كبير قوي، مش فاهم ايه الإحساس ده وانا خايف كده ليه. وخرج من المطار مش مرتاح خالص. ايه بقى؟ في ايه؟ مالي خايف قوي كده ليه؟ وفضل ماشي كده وكان في طفل صغير العربية كانت هتخبطه. حاسب. جري عليه صقر وشده ووقع على الأرض. انت كويس؟ كويس شكرا. خلي بالك يا حبيبي، ما ينفعش كده. حاضر. وصار قام وكان في ازاز على الارض عور ايده. ايه كل الجرح الكبير ده؟ اروح المستشفى ولا مش مستاهله؟ ووقف التاكسي. وكان هو نفس السواق اللي ركبت معاه روح. على فين؟ على المستشفى. هو النهارده يوم المستشفيات ولا ايه؟ لسه مودي واحده على المستشفى بتولد. ها؟ وراح وداه نفس المستشفى اللي ودى فيها روح. تمام شكرا ليك. ونزل صقر. انا من امتى بيفرق معايا الجروح اصلا؟ ما انا دايما بستحمل، ايه خلاني اجي هنا؟ ودخل المستشفى وكان مستغرب من نفسه قوي. انا عايزه الف الجرح ده لو سمحتي. تمام تعالى معايا يا استاذ. وخدته وبدات تعقم له الجرح. وفي العمليات النزيف كان عمال يزيد. النزيف عمال يزيد بشكل كبير قوي، لازم يقف، غير كده بعد الشر ممكن نضطر نشيل الرحم. لا دي شكلها صغير قوي يا دكتور، احنا لازم نعمل كل حاجه علشان تقوم بالسلامه. عندك حق. وفضلوا يحاولوا لكن هي نزفت كتير قوي. محتاجين دم بسرعه، اخرجي هاتلها دم نعوض اللي خسرته. حاضر يا دكتور. وخرجت بسرعه تجيب دم وما لقيتش ورجعت له تاني. دكتور مفيش فصيله دمها هنا. هي معهاش حد؟ اه يا دكتور ما معهاش حد. لازم دم، هنعمل ايه؟ دي بتموت. مفيش وقت خالص. هخرج اسال. وخرجت الممرضه وفي الوقت دوت خبطت في صقر. مش تفتح، هو انا ناقصه؟ انا اسف. في ايه مالك؟
اللي جات الولادة دي بتنزف دم كتير قوي، لازم نعوض لها الدم ده وإلا هتموت وشكلها لوحدها، ومحتاجين دم ومفيش هنا في بنك الدم. وصقر سمع الكلام ده. فصيلة دمها ايه؟ اوه، ودي فصيلة دم نادرة قوي يا أستاذ. أنا نفس الفصيلة دي، خدي مني أنا. هتقدر؟ احنا عايزين كذا كيس وما ينفعش ناخد منك كل ده. خدي اللي انت عايزاه كله. تعالى معايا. ودخل معاها وبدأت تسحب منه. ليه بتعمل كده لواحدة ما تعرفهاش؟ المساعدة مطلوبة، مش شرط نكون عارفين الناس علشان نساعدهم. عندك حق. كفاية قوي كده عليك. خدي اللي انت عايزاه. هشوف لو عايزة تاني. ودخلت أكياس الدم العمليات. هو ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ مفيش استجابة، ليه النبض عمال ينزل؟ ولادتها خطيرة أوي وشكلها اتعرضت لصعوبات كتير أثناء الحمل. وولدها وجات الطفلة وخدت الممرضة الطفلة لبستها. هنحتاج دم تاني. هو ما عندوش مانع. خدت الطفلة وخرجت بيها وراحت لصقر. دي البنوتة اللي انت اديت لمامتها الدم، والبنوتة جاية تقولك ماما محتاجة دم تاني. ممكن أشيلها؟ طبعا. خدي الدم اللي انت عايزاه. وبدأت تاخد منه. هو كان شايل البنت. زي القمر ما شاء الله عليكي يا حبيبتي. حاسس كأني بتجمع بيني وبينك علاقة كبيرة قوي. مامتك هتكون كويسة، ما تخافيش. عارفة لو كنتي بنتي كنت هسميكي ايه؟ كنت هسميكي على اسم أختي الغالية، تولين. والبنت ضحكت له. ايه ده، انت ضحكتي؟ عجبك الاسم؟ تعرفي انك حلوة قوي، وعارفة ان فيكي شبه من مراتي قوي، وكمان عيونك عاملة زي انا. والممرضة كانت مستغربة منه قوي. كأن أب وبنته يا أستاذ. ما شاء الله عليها. طب ممكن الطفلة؟ خليها معايا، مش بتقولي إن مش معاها حد؟ اه طيب خليها معاك لحد ما ترتاح، شكلها حبتك وهديت في ايدك. ودخلت العمليات. الدم يا دكتور. وبدأوا يعملوا الروح اللازم. وروح كانت نايمة وبتحلم. جاي ليه يا صقر بعد اللي عملته؟ ما كانش ينفع ما اجيش يا روح. ما كنتش تيجي. ابعد وسيبني، انت وصلتني لهنا يا صقر. انت فاهمة غلط يا روح. انا فاهمة صح قوي، انت خاين. عمري ما اعمل كده يا روح. قدرت ووجعت فيا قوي يا صقر. انا بحبك قوي يا روح وما اقدرش اعمل معاكي كده. انا حقيقي مش خاين. وقلبها كان وقف. لا يا روح، ما ينفعش تسيبيني، انا جنبك، انا قريب منك يا روح، قومي. انت لازم تقومي علشان بنتنا ويامن ونعيش حياة سعيدة مع بعض. القلب وقف يا دكتور. جهاز الصدمات الكهربائية بسرعة. وبدأ يعمل لها والقلب رجع مرة تانية. الحمد لله. وفضلت في العمليات لحد ما الوضع بدأ يستقر. هتكون في العناية المركزة تحت الملاحظة. تمام. ونقلوها فعلا العناية المركزة. وراحت بعد كده الممرضة لصقر. مامتها كويسة؟ اللي يشوفك كده يقول إنها مراتك. مراتي؟ اه شكلك وخوفك يقول كده يعني. وهي فين مراتي؟ يا رب ترجعلي بالسلامة. إن شاء الله ترجع لك، انت قلبك كبير قوي. أكيد تعبتك. خالص، أنا حبيتها قوي. حلوين قوي مع بعض، ولعلمك فيها شبه منك. أنا قلت كده، المهم هي كويسة. الحمد لله هي في العناية المركزة. الحمد لله. أنا لازم أمشي، مع إني مش عايزة أبعد عنك، حاسس إني عايزة أفضل معاكي. انت لازم ترتاح لك شوية. لا مفيش داعي، كله تمام، أنا كويس الحمد لله. الحمد لله. وراحت خدت منه الطفلة. وهي كانت ماسكة في إيده. سلام يا قمر، مبسوط إني شفتك النهاردة. تخيل كأنها بتقولك خليك بلاش تمشي. القلوب عند بعضها بس غصب عني. وراح شال إيده وهي قعدت تعيط. والممرضة كانت عمالة تسكت فيها مش عايزة تسكت. طب هاتي كده. وهو خدها وبدأ يسكت فيها. لا كده مامتك هتغير مني. وفضل واخدها في حضنه لحد ما بدأت تهدى. طب سيبيها هنيمها وخديها. تمام يا أستاذ. أنا حبيتك أوي أوي، عارفة ده لو بإيدي أخدك معايا وأنا ماشي. وفضل يبوس فيها لحد ما نامت على إيده وخرجها للممرضة. اتفضلي نامي اهي. تمام شكرا ليك، انت حي شهم قوي. وعملت البنوتة كأنها بنتك. هي تتحب أصلا. عندك حق، هي فعلا جميلة. وخدتها منه. وصقر كان ماشي وواقف قدام العناية المركزة. ايه وقفني هنا؟ وبص على العناية. وكان باصص من الإزاز، لكن الممرضة قفلت الستار. مش عارف ليه وقفت هنا وعمالة أبص كده ليه. مش عارف أمشي حقيقي وأبعد عن هنا. هو أنا متعلق بالطفلة قوي كده؟ بس حاسس إني مش الطفلة بس. يوه. في ايه مالي، أنا غريب كده ليه؟ وكان حاسس إن الدنيا بتلف بيه بسبب الدم اللي خدوه منه. حقيقي مش قادر أبعد. وجوه روح كانت نايمة تحت تأثير المخدر. وراحت قالت صقر. وهو دق قلبه بسرعة وحس إن روح بتنده عليه. أنا حسيت إن روح نادت عليا. مش عارف ليه هي بتنادي عليا. معقولة إيه اللي بيحصل ده؟ قلبه كان بيقوله ادخل العناية، وعقله بيقوله تدخل العناية ليه؟ ليك من فيها. وقلبه بيقوله ادخل مش هتخسر حاجة. وعقله ايه الجنان ده؟ انت داخل فين؟ دي عناية مركزة، هي شارع؟ وفي النهاية انتصر العقل. أنا لازم أمشي المستشفى دي. أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل معايا. وخرج من المستشفى وركب تاكسي. يا روح، من ساعة ما مشيتي وأنا تعبان، بقيت مش فاهم مالي يا روح. عايزك يا روح قوي، عارفة لو كان الطفل منزلش كان زمانك ولدتنا بنت أو ولد. وبعد كده راح سقر على الفندق.
وبعد ساعة وزيادة بدأت روح تفوق. الحمد لله على سلامتك يا مدام. الله يسلمك، هو ايه اللي حصل؟ انا كنت المفروض بولد. كمان جبتي بنت زي القمر ما شاء الله عليها. بنتي هي فين؟ ثواني الدكتور هيكشف عليكي. وبدأ الدكتور يفحص روح، كله تمام والحالة مستقرة. ونقلوا روح أوضة عادية وجابت لها البنت. يا عمري، نورتي حياة ماما، شفتك أخيرا يا حبيبتي. ما شاء الله عليكي يا عمري زي القمر، انتوا حلوين قوي بجد. شكرا، انت اللي حلوة. والأستاذ اللي اتبرع لك بالدم. وبدأت الممرضة تحكي لها كل حاجة. اوصفي لي شكله كده.